السلام عليكم. اليوم عندنا ميك اب هيلو كيتي، وحنتكلم عن موضوع خوف من تجربة أشياء جديدة أو تعلم مهنة جديدة أو هواية جديدة. let's get started. أبغى يعني لحظة تقدير لهذا سنوبي دوغي مج، هذا اسمه أشجار مج فيل. المهم مرة حلو، شوفوا لونه كيف يحمس. اشتروا أشياء تحمسكم تشربوا موية عشان تصيروا تشربوا موية. أول شيء راح أبدأ بهذا المويسترايزر. شوفوا الدكتورة أعطتني هو. إذا تسألوا إيش السكين كير حقي، لأنه قبل فترة كنت أشتكي من حبوب مرة ومدري إيش، ودخلت كتاب تقريبا كتاب، مو يعني عشان ما أكون دراماتيك، بس كنت يعني كذا خايفة مرة. صارت عندي فوبيا طيب من البشرة، إلى الآن عندي فوبيا بكل بساطة. صارت عندي حبوب مرة كثير، فاستخدمت هذا الكريم لفترة، خلت الحبوب تخف بس ما راحت. لو أوقف الكريم يطلع لي بشكل يخوف. بعدين رحت للمستشفى ورحت أتشك عندي دكتورة وهنا، فسوت لي تقشير بارد. It's so expensive. سوت لي تنظيف عميق، سوت لي تقشير بارد، خلتني أوقف الأشياء اللي استخدمها قبلها تسوي لي. بعدين أعطتني أكثر من كريم وأشياء مدري عشان يشيل هذا الحبوب والتصبغات. بس يعني لسه عندي آثار حبوب، لسه بشرتي ما هي بيرفكت. يعني أشوف ناس يتكلموا عن DNA وسالمون ومدري ايه، انه اتوقع يشيل آثار الحبوب اللي لما تطلع لكم حبوب تبقى آثار. شكرا للإضاءة ولكاميرا جوالي انه ما تبين هذه الأشياء، بس لسه الفوبيا مكملة. ان شاء الله نعالج دي الأشياء في المستقبل. بس طولتها، أحس السالفة طولتها وهي قصيرة، بس يعني عشان أنا كنت أعاني وما كنت أعرف، وكل شوية يطلع لي في أي مكان سكين كير وكلها خرابيط. أو يمكن يعني تصلح أو تعطي مفعول إذا إنكم أنتوا أصلا يعني بشرتكم حلو وتحطوا هذه الأشياء ترطبها وتسوي أشياء، بس مو بشر عندها حبوب تقوم تستخدموا دي الأشياء. المهم بريك موية. فالمهم أتكلم بلساني عن تجربتي، مو عن كل الناس، يعني أنا هذا اللي جربته. لو عندكم حبوب ما تروح مدري ايه، غالي رخيص، لا تصرفوا فلوسكم على الكريمات والسكين كير اللي تشوفوه في التيك توك والمدري ايه. حتى لو في ناس نفعهم، ممكن في ناس زي مثلا ما ينفعهم. والكريمات وهذه الاشياء ترى يعني اذا تاخذوا مجموعة كاملة لازم عشان تستفيدوا، مرة حياخذ منكم فلوس كثير. وممكن تستفيدوا، ممكن ما تستفيدوا، ممكن ما يناسبكم، ممكن يناسبكم. فبكل بساطة روحوا طب جلدية وخليها تسوي لكم من هذه الاشياء. يعني هي تشوف ايش يناسب بشرتكم وتسوي لكم، وسيبوكم من الفلسفة. لا تصدقوا الانترنت. اتكلم عن لساني انا، عن تجربتي انا. لا تصدقوا الانترنت. كنت اشتري يعني ما اشتريت مرة كثير زي ما اشوف الناس يشتروا، بس بالنسبة لي كان اشتريت كثير يعني. فلا تضيعوا فلوسكم، روح على طول الطبيب النفسي. روح على طول الطبيب النفسي والطبيب التجميل او البشرة او ديرماتولوجيست او الجلدية، خليها هي توصف لكم وهي تعالجكم. إني حتى رحت الصيدلية، واحدة سوت لي سكام، أعطتني كريم قالت لي هذا بيخلي بشرتك زجاجية، أنت صغيرة لا تستخدمي هذه الأشياء، وأعطتني شيء سوالي حساسية. فرحت العيادة قالت لي الكريم اللي بتستخدميه يعني مرة عاد، هذا كريم حبوب، وقفي شوية قبل ما نسوي لك التقشير and that's all. وحتى إلى الآن تطلع لي حبوب استخدمه. وصح وصفت لي كمان دواء حبوب ما يعطوكم في الصيدلية بس كذا لأنه مضاد حيوي، ولسه يطلع لي، فلسه أحتاج إني أكمل أشتري الدواء حقي لسه في الكورسات. وكمان لسه ما اشتريت هذا الشيء، ولكن بفيدكم إذا تبغوا ما لي دخل. الأشواغندا طلع مفيد يعني الجت ويلنس والويلنس حق البشرة والجلد والشعر وكل دي الأشياء من داخل الجسم. كمان الكولاجين وهذه الأشياء كمان إن شاء الله أبغاها. فإذا تبغوا أعطيتكم الأشياء التيبس اند تريكس عشان تستفيدوا. الكلام الحقيقي، الكلام الصح، الكلام المفيد، مو الخرابيط. الفاونديشن NYX زي ما دائما استخدم. صح، هل شفتوا أداء ليسا في كوتشيلا وأغنيتها الجديدة ثاندر وألبومها الجديد كامل؟ طبعا يعني لا تخلوني أبدأ أتكلم عن جيني، لأنه جيني يعني أول ما نزل ألبومها خلاص طلعت كل اللي في مخي اللي كذا I'm going crazy. دحين في كوتشيلا وأنا أشوف حاجة ليسا، فدحين أنا مهووسة في ليسا.
أحبهم كلهم، أحبهم both the most. اللي ما يعرف كانوا البايس حقي من يوم أنا في المتوسط أتوقع كنت أحبهم وأرقص على أغانيهم. بعدين فترة سبتهم بس دحين أتوقع يعني I admire them again. طبعا زي ما تعرفوا أنا ما أشتري كونسيلر ولا أحط كونسيلر يعني من فترة مرة طويلة موقفة، فناخذ نفس الفاونديشن من جديد and then نخليه شوي ينشف. هو أصلا قاعد هنا شوي ينشف إلى ما أدمج ده أي مكان أطالع في المراية وأحط. كله رشيته في شعري وفي الهواء صرت آخر فترة مرة ما أحب الكونتور على وجهي بالذات على خشمي، لأنه خشمي ما هو ستريت يعني كذا في بومبس، فلما أحط كونتور أغلب الأوقات صار ما يعجبني، فبفكر أصير أسوي ميك اب with no contour. نجرب بما إنه ميك اب هيلو كيتي. ترى الميك اب يعني مرة cute, simple and pink. I wanted to ask you guys to make edits of me cause أشوف كوميلين all the time الإديتس حقتها والناس اللي حبهم الإديت حقتهم and I feel like ليه ما تسوي ال 8 edits؟ come on show me your skills. بزود شوية هذا شو اسمه لأنه أخاف بعدين يصير خفيف وأنا أحط بودرة وأتورط like a watermelon. موضوع اليوم وأنا أفطر يعني ما أدري إيش شفت وجاء في بالي ولا هو كذا فجأة جاء في بالي، بعدين قلت يا الله ما أبغى أصور، بعدين وش like خليه بعدين بعدين استوعبت إنه دائما أقول خليه بعدين وما صرت أصور ولا أي شيء. نفس الشيء صرت أقول لا أفكر كثير وصرت ما أفكر ولا أكتب أفكاري ولا أسوي مقاطع، فبس لك إلى متى؟ فعشان كذا اليوم قمت أصور لكم. كل شوي ترسلولي في الانستغرام please make a video مو please يعني make a video make a vlog. I was like شوي حسيت فيكم يعني الناس اللي ما أقول الناس اللي يحبوني في عندي جمهور يعني بس الناس اللي يحبوني. حسيت بالشعور لما اليوتيوبرز اللي أنا مرة أحبهم ما ينزلوا إلا في كل قرن مرة واحدة، فحسيت على نفسي وقمت أصور. أحط شوية لون أبيض مدري ليه، أحس حيخلي اللون يبين أكثر. أشوف والله صار هنا خط. صح متحمسة اليوم إني أسوي ميك اب. ليش؟ لأني اشتريت رموش من Shein. إذا فيني حيل حطيت لكم الكود، وهذا الغرا ما أدري هو جاء معاه ولا أنا اشتريته، بس إني اشتريته للعيد ومرة كنت متحمسة إني ألبس رموش، بس للأسف الغرا زي كانه سلايم ما يلصق فما قدرت ألبسه. دحين طلبت من أختي تجيب لي غرا وجابت لي هذا الغرا، ومرة متحمسة إني أسوي ميك اب كمان يعني زيادة إني أجرب الرموش. من الرموش الحبات أدور ملابس بينك على أساس إنه هلو كيتي ومدري إيه، وملابس البينك اللي عندي يمكن بس 2 هما وإيش ملابس شتاء، فلبست هذا مكتوب عليه Von Dodge. I think it's the brand that Charli XCX sings about. أنا ما أعرفه بس يلا حقت أختي هي أعطتني هو I styled it بأغرب شكل ممكن because I have the free will. الميك اب زي ما قلت لكم من كثر ما هو simple ما في ولا أي شيء. It's all about the pink eyeshadow and glitter. بعدين النوز لونه أصفر كذا في circle بس I'm not sure if I'm gonna do it. and هنا حطت bow والحواجب pink and obviously I'm not gonna do it. and I'm just trying to have fun with the makeup و not force myself. لأني أول لما كنت أصور كذا بس to have fun and to chat طيب، وما يهمني مين يتابعني وإيش يقول ولا أي شيء. في البداية كان كذا، بعدين صار العكس. بعدين لاحظت آخر فترة إنه I'm like مرة توتر وأنسى إيش بقول، ومرة صار يطفش.
بعدين قلت خلاص طول ما حصور، يعني انا كنت اصور عشان it's fun و it's not fun anymore. فدحين I'm like okay just film it and have fun، وما راح اهتم اذا بتكلم بالانجليزي ولا بالعربي، وما راح اهتم اذا بتكلم بشويش، وما راح اهتم اذا بتكلم بصوت راقي، وما راح اهتم اذا الاضاءة خايسة، لانه انا بس بحب اسوي دا الشيء وبسويه. وليش اجبر نفسي؟ يعني ماني فاهمة انه في قنوات ناس بروفيشنال كتير او يتكلموا مواضيع الناس يحبوها ويسووا فلوجات واشياء الناس يحبوا يتفرجوها، وانا كمان بعض الاحيان اروح اتفرجهم لما اكتئب عشان احس انه في ناس عايشين لسه. الفيديوهات حق الكويركي والاوتستيك، ما احب اقول اوتستيك بس whatever، يعني اللي بيشوفها يشوفها واللي ما بيشوفها لا يشوفها. انا بسويها لنفسي عشان ذكريات لما اكبر اشوف ايش كنت اسوي، لانه حرفيا ذاك اليوم سويت ميك اب مرة عجبني، بعدين برجع اسويه لانه الكونتور عجبني ماني عارفة اسويه، فقلت وات ذا هيل يا اخوان، انا بنفسي ما عارفة اسوي الميك اب اللي سويته قبل كم يوم، فاصور فلوجز او توتوريالز او اي شيء ان شاء الله. لو بس الكلام اللي بقوله كان هذا التوتوريال ونزلته ما اهتم. صح اخر فترة مو قاعد اتابع مقاطعهم لسه بكل اجتهاد، ولكن قاعد اتابع ملزلز ما اعرف كيف ينطق اسمه بالضبط، ملزلز المهم او ماي جاد مرة يضحك هو والحانوتي. نو ماي فايب يا اخي، احب الناس اللي كذا، احسهم عايشين في عالم يعني مرة غريب، يعني الناس الكول اللي كذا يطلع في كل مكان I'm like I don't care, I really don't care، يعني good for you بس I don't care. احب الناس الكوركي اللي كذا في غرفتهم اللي ما حد يدري عنهم، اللي كذا I vibe with them. I'm trying to be what I love، يعني الشيء اللي انت تحبوه صيروا الشيء اللي انت تحبوه، والشيء اللي انتوا لما تشوفوه يعجبكم صيروا هذا الشيء، ولما شيء تشوفوه تقولوا الله نفس صيروا الان صيروا. hell no، انا قلت لكم الكاميرا حقي والاضاءة ما تبين صح طالعت هنا عيوني صارت نفس هذا. شو كيف حطيت كتير، والله ان شاء الله ينخلط، راح اخلطه بيدي it's literally too much. ارجع شوي من الاي شادو عشان احسه كله راح. شوفوا كذا يعني هي تجربة، يعني انتوا تسووها عادي مو لازم بيرفكت. أحسن شخص يعرف يسوي الميك اب وأسوأ شخص يسوي الميك اب، يعني مرة تزبط ومرة ما تزبط، يعني you don't take it too serious. we're just little beans trying our best. أصور لكم في الإضاءات الخفية حقي في الانستغرام وتحسبوا أحسن ميك اب في الحياة. لا تجيبوا ميك ابي في الإضاءة العالية، كلكم بتسووا هذا اللبس الغريب اللي انا لابسته وحريت كيدي كله سال صار جلتر. هنا في مسوية خط كذا نازل، تعرفوا حقت اتس كلاون هالو كيتي، نسيت انا الميك اب كلاون هالو كيتي. so I'm not supposed to do it. I'm supposed to do it. هذا الفرشة الوسخة، ونجيب هذا مكياج مقاوم للماء مدري ايش اشتروا. فرشتي اللي في غرفتي صارت مو بس مقرفة عشاني ارسم واوسخ واسوي ميك اب وكب في كل مكان. المفروض غرفتي تكون باركيه وبس كذا امسح لما شي يطيح، ما ينفع لي الفرش انا وحركات. ترى من يوم انا صغيرة تعرفوا اني دائما اوسخ الفرش والاشياء، لانه من يوم انا صغيرة كنت اجيب الوان كذا بالعلب الكبيرة، مو اجيبها اخلي ماما تشتري لي المسكينة. مو مسكينة كيوت حرام، كانت تحب تدعم مواهبي. الى الان تدخل غرفتي ايش قصدك انتي من جد رسمتي ذا؟ بس كلهم نفس العين. وش كنت بسوي؟ كنت بقول كنت دائما اوسخ المفارش، سواء مفارش صفر قماش او اتوقع كنت اوسخ البساط، ويعني اسمع كلام وانجلد ومن ذا الكلام. في مرة اتوقع كبيت لون احمر كذا كامل على فرشة، بس هي كانت سفرة، السفرة صار لونها احمر، مو صفر قماش، يعني تعادل. الحين غرفتي كل مكان مسكرة وفاونديشن دائما لما انت بتسوي عشان ما تغلط وكذا ارسموا كذا، يعني سووا الاساس بلون بني فاتح غامق زي ما تحبوا يا الحبايب، بعدين ارسموا فوق. انا ماني عارفه اسويه، رسمت عليه بهذا اللون
نفس اللي حطيته. كنت ما بحط عدسات بس قاعدة اشوف هذا حاطة عدسات، فهل اغير؟ هالوقت الحقيقة لون عينها اسود صح؟ كنت ابغى اسوي اي جريسال دحين، يعني كيف الطريقة؟ حطه هنا ولا تحسي بيطلع بايخ؟ اصلا في لون بينك، فحاخذ لون ابيض وايش اسوي هنا. اخي صرت مرة احب وما اقدر احط ميك اب من دونه، عشان يبين انه يعني واضح اكثر او نظيف او 3D او whatever. يعني كذا حطوله ابيض من الاطراف، يكون كذا مرسوم طبعا على وجهكم، يكون مرسوم. احط هنا فيونكة هنا فيونكة. راح ناخذ لون اصفر، احس شوي كأنه ميك اب هامدروف اللي قد سويته، ما كنت سويته يوتيوب فيديو صح؟ وعشان يصير كذا اومبري حركات بسوي من اطراف بينك عشان ما يصير يطفش كذا خفيف. كمان الميك اب فيه حق البسة الخطوط، انا غالبا ما احب اسويه بس حسويه. صار زي بعض هذا كيوت بس هذا ايش؟ يلا يعني حاولنا ولم نحاول. هذا الهايلايت حطيت من ذا السيلفر جليتر، اخذت من هنا لون بينك كست معاه حق شي ان. شوف الفرق بين ذا بس لحاله، عشان هذا يتحرك وزيتي مرة فلازم له ايش؟ فيكس مضبوط. شايفين كيف؟ هو مع الفيكس بلس بس برضو شايفين هو كذا مدري ليش مو باين بس مرة يلمع. يعني حطيت هنا في اصبعي جاني الاكتئاب وانا اسوي هذه البوز وما صارت يعني بيرفكت، بس يعني خلاص طفشت صراحة. الروج ححطه بينك بس عشان ما يصير كذا كله بينك ما في ملامح، ححط شوية بني بعدين حادمجه مع البينك. خلاص this is enough. اكتئبت وانا اسوي الميك اب واحاول اضبط فيه، فحاسوي الرموش وارجع لكم. ايلاش كيرلر وهذا الشيء المضر للعين صرت اسوي مرة كثير، ادمنته صراحة. طفشت وانا احاول اركب دي الرموش. اذا ما قدر ركبته زي هذه الرموش اللي تيجي حبات، ما قدر ركبت انا هذا الشيء وطلع مرة يتعب ومرة يطفش. خلصته نصه يمكن وانا اخربه وارميه، وكنت بسوي تحت بس بعدين خلاص يعني قعدت يمكن ساعة ما عديت بس اتوقع قعدت ساعة، يعني ساعة ونص كذا احاول اركبهم. فتحت خلاص مو لازم، حطيت زي الايلاينر من فوق ومن تحت عشان يعطي كذا، وحددتها من جديد. I think this is it. بس الميك اب خلي عيوني كذا عشان ما سويت ايلاينر كذا بوبا اي كذا كورة، بس ما راح اغيره لانه هذا كذا عيونها. تجربة اشياء جديدة وتعلم حرفة او مهنة جديدة. نخاف او نتوتر او نقلق دائما من شيء معين، مو من لا شيء. غالبا ان احنا نخاف من المجهول، احنا نخاف لما نعرف انه هذا الشيء احنا ما نقدر نسيطر عليه، ما نقدر نتحكم فيه. فاحنا لما نخاف من المجهول ما نعرف ايش اللي راح نواجهه، ايش الموقف اللي راح نواجهه، ايش الناس اللي راح نواجههم، فبالتالي نصير نقلق من المستقبل او من الخطوة اللي احنا نبى نتخذها. نبدأ نقلق، نبدأ نتوتر، نبدأ ندخل في دوامة الرهاب، دوامة نوبات الهلع، دوامة الاستسلام، دوامة فقدان الأمل، دوامة الاكتئاب. لو بعدنا كاميرتنا راح نستوعب انه هذا الشيء اللي احنا خايفين منه مو بس احنا خايفين منه، اي انسان ناجح في هذه الحياة بمفهومه في النجاح مر بهذا الشيء، بيسوي شيء ممكن كانت لأول مرة مخيفة لدرجة ممكن انه مصاري على الكلمة بس يعني حقيقة، لكن هل وقفوا ده الخوف؟ لا، عشان كذا هو إنسان ناجح. الإنسان واجه المجهول، واجه الخوف، والخوف هو ما هو شيء يعني عظيم أو يعني قوي زي ما إحنا مخنا يخلينا نحسبه. هو بكل بساطة أشياء في المستقبل إحنا ما نقدر نتوقعها أو نخمنها، أو حتى لو توقعناها مو دائما تكون نفس ما إحنا خططنا لها. إذا فكرنا وكلنا هم وانهرنا وكلنا نفسنا من بداية الطريق إحنا ما راح نكمل. مثلا لو أحد وإحنا بنعدي من نفق قال لنا نهاية هذا النفق الطويل اللي راح تمشي فيه راح يكون فيه جميع أنواع الحيوانات المفترسة، أول ما توصل راح تلتهمك. أنا مو بس ما راح أكمل الطريق أو تشجع إني أكمل، أنا ما راح أبدأ الطريق أصلا.
ولو أحد قال لنا نهاية هذا النفق الطويل المتعب المظلم ممكن نهايته حيكون في كنز عظيم وكبير، احنا راح نتشجع ان نبدأ في هذا الشيء حتى لو كنا خايفين. احنا راح نتشجع انه في نص الطريق حتى لو تعبنا نكمل، عشان ايش؟ احنا عارفين ومتأكدين انه لما نخلص من هذا النفق نهايته عندنا كنز عظيم، واحنا رايحين عشان هذا السبب. طب ليه احنا لما نبغى نبدأ نتعلم هواية جديدة او نبغى نبدأ مهنة جديدة او حرفة جديدة، ليش ما نحمس نفسنا ونفكر بهذه الطريقة الجيدة للمستقبل من البداية بدل ما ناكل نفسنا؟ ممكن هذا الشيء يكون من الطفولة، ممكن يكون كيف عائلتنا كانوا ناس ما يثقوا في نفسهم كفاية، فإحنا كبرنا وإحنا نشوف هذا الشيء، فلما إحنا كبرنا صرنا اللي أنا ما أثق في نفسي كفاية لأني أنا أصلا تعودت أشوف هذا الشيء قدامي ما شفته وما تعلمت غير ذا الشيء. أو إنهم هم كانوا يعملون بطريقة اللي ما تقدري تسوي، انت ايش تحسبي نفسك؟ مين انت؟ كيف حتقدري؟ كيف ما شفتي مدري مين ما قدر، ما حتقدري. مقارنات احباطات وتدمير الثقة بالذات، تدمير تقدير الذات، او انهم هم بكل بساطة ما يكون عندهم تقدير للذات وثقة في ذاتهم. والعكس تماما اشوفه في اطفال الناس الاغنياء، كيف يعاملوا نفسهم دائما واثقين بشكل مرة عالي، ودائما كيف يعطوا هذه الثقة لأبنائهم، وكيف أبنائهم ما يوصلوا للعشرينات إلا هم عندهم البزنس الخاص فيهم، عندهم سياراتهم، يعرفوا يسوقوا. أوكي ممكن نقدر نقول إنه هذا دعم مادي، فالدعم المادي عزز، بس مو في كل العائلات الغنية. أنا حاستخدم طبقة اسمها مسمى الطبقة العالية والطبقة، ما أحب هذه الكلمات، بس الناس الأغنياء والناس الفقراء that's basically what I'm gonna say. فقراء ماليا، وبكل بساطة العكس تماما. أطفال الفقراء أشوفهم غالبا عندهم يكون potential مرة عالي، عندهم مهارات، عندهم هوايات، عندهم في شخصيتهم وفي قدراتهم أعلى من أطفال الناس الأغنياء. بس في نفس الوقت أطفال الناس الفقراء كذا اللي بكل بساطة اللي أنا ما أقدر أسوي، أوكي تعرف دا وتعرف دا ويعرف دا ويعرف يسوي دا ويعرف يسوي كل شيء، بس العقلية نفسها انه انا ما استحق، او كيف حيصير ده شيء، او لا ما ابغى، او كل شيء بطريقة سلبية. والعكس تماما الأطفال الأغنياء إن شاء الله لو عندهم مهارة واحدة أو يعني يدوبك عندهم حاجة واحدة يعززوا هذا الشيء فيهم، يعززوا الثقة فيهم، يعززوا إلى ما هذه الذرة البذرة حق الشجرة تصير شجرة كبيرة وتصير غابة. والعكس تماما لما الفقراء إن شاء الله عندهم كيس بذور، لك مستحيل كيس البذور هذه راح تصنع لنا غابة، أكيد ما راح تصلح لنا الغابة إذا إحنا أخذنا بس الكيس الواحد جلسنا نفكر كيف حتصنع لنا غابة. إحنا حنصنع هذا الكيس من البذور وحنسوي لنا حديقة، الحديقة حتسوي مثلا حديقة أكبر، حتسوي أرض، حتسوي غابة. طبعا وأنا قاعدة أقول كذا أنا قصدي الأغلب أو كثير زي كذا، مو قصدي الكل، ما قاعدة أجمع الكل، ما قاعدة أساوي الكل، لأنه طبيعي إنه في الحياة مو كل الناس زي بعض، عادي إنه في أطفال أغنياء وما يكون أهلهم يدعموهم ولا يسووا لهم، وعادي يكون العكس تماما. ولكن أنا قاعدة أقول الأغلب وقاعدة أتكلم عن موضوع معين، فما قاعدة أقول عن كل شيء في الحياة، ف don't take it personally ولا تاخذوا الكلام على كيفكم وتفسروا رجاءً. اللي أنا قاعدة أقوله بالضبط هذا اللي أقصده بالضبط. هل هذه الأشياء كلها اللي قلتها ممكن تكون أعذار عشان الإنسان يكون كسول وما يسوي ولا أي شيء؟ صراحة ما أشوف إنها ممكن تكون كلها أعذار. ليش؟ لأنه بكل بساطة لما أشوف ناس عندهم قدرات جدا عالية، فنانين موهوبين أذكياء، ولكن رغم كل هذه الأشياء اللي عندهم ما يقدروا يوصلوا للأشياء اللي يبغوها ولا يوصلوا لها بسبب أمراض نفسية، بسبب إحباط، بسبب إنه يمسحوا ثقتهم وغرورهم وشخصيتهم في الأرض. وفي المقابل في ناس عندهم ما بقول قدرات تافهة، بس مقارنة بالقدرات هذه الكبيرة تعتبر قدرات تافهة، ولكن بسبب الدعم سواء ماديا، سواء دعم حب، سواء دعم عاطفي مادي، أيا كان، يوصلوا للي كانوا هم يعني يطمحوا له أو يعني مناسب للقدرات اللي هم عندهم وزيادة بسبب هذا الدعم. وأنا لما قاعدة أقول هذا الكلام أنا ما قاعدة أحقد على أحد، ولا قاعدة أزود من أحد، ولا قاعدة أنقص من أحد،
ولكن فقط تذكير للناس اللي عندهم قدرات جدا هائلة وعندهم فن، عندهم ذكاء، عندهم إبداع، ما يستسلموا، يستوعبوا إنه لما يبعدوا كاميراتهم إنه إحنا نقدر نسوي، إنه إحنا عندنا قدرات جدا عالية لما أشوف الناس اللي وصلت، اللي سوت، تستوعب إنه حتى أنا أقدر أسوي هذا الشيء. يعني الواحد لما يبعد كاميراته ولما يستوعب الحياة، مو يعني أنا قاعدة أحقد على الناس ولا أنا أتمنى لأحد شيء سيء أبدا، فقط مجرد إنه الواحد يستوعب لما يبعد كاميراته حق الحياة ويشوف الحياة كذا عامة، يستوعب إنه هم قدروا حتى أنا أقدر. مو يعني نقص حب، نقص ثقة، نقص دعم مادي أو معنوي، هذا الشيء ما راح يخليني أقدر أوصل لهذا الشيء. أنا بنفسي لما أقرر إني أبغى وقتها أقدر. لما الواحد يستوعب حياته، لما يعني كذا تجي لحظة awakening، لحظة إدراك إنه أنا أقدر أسوي، إذا أنا حطيت هذا الشيء في بالي أقدر أسوي، سواء نقص دعم مادي، دعم معنوي، أي نستوعب إنه كلنا عندنا عقل واحد، كلنا سواسية، ما حد عنده عقلين. فإذا شخص قدر يسوي، أنا ليش ما أقدر أسوي؟ مو استنقاص من أحد ولا استهزاء بأحد ولا تطبيل لأحد، ولكن الحقيقة تنقال. أي أحد يخاف، وأنا لما أقول هذا الكلام أنا أقول لنفسي وأقول لكم، مو بس لكم يعني وأنا كاملة، بالعكس أنا اللي أقول لنفسي أقول لكم أنتم كمان. ما حد سوى شيء في هذه الحياة من دون خوف، سواء رسام، سواء دكتور، سواء مهندس، سواء إيش مكان، بس إيش بكل بساطة هم حسوا بهذه المشاعر وما حاولوا يدفوا هذه المشاعر ويقولوا أنا ما بخاف، أنا ما بخاف، واستسلموا للخوف. حسوا بالخوف، كملوا يحسوا بالخوف إلين ما وصلوا للي هم يبغوه. وأتوقع زي ما قالوا، كنت دائما أسمع كلام اللي أكبر عدو للإنسان هو نفسه أو تفكيره أو عقله، لأنه من جد إحنا ما في شيء يوقفنا في هذه الحياة إلا تفكيرنا الزايد. تفكيرنا الزايد ينتج عنه الخوف، الخوف ينتج عنه القلق والتوتر، القلق والتوتر ينتج عنه انعدام الأمل، انعدام الشغف، انعدام كل شيء. يعني الإنسان كل حياته تتدمر. لما هذا كله يتدمر إيش يصير؟ يوصل لمرحلة الاكتئاب، اللي أنا ما أبغى أسوي ولا أي شيء، وأنا لا قيمة عندي، وأنا لا شيء في هذا الكون، وكل شيء في الحياة تكون سوداء. الشخص المفروض إنه ما يخاف، وبكل بساطة يحط نفسه في هذا الموقف اللي هو مرة خايف منه، وبيستوعب. هو في البداية حيكون صعب، بس لما ينحط في هذا الموقف بيستوعب مدى تفاهة كل شيء كان مكبر في مخه، مدى تفاهة البشر ومدى تفاهة كل شيء. وإحنا مجرد حبات فاصوليا كبيرة. We're literally human beings. We're literally giant beings. وإحنا فقط مجرد حبات فاصوليا عملاقة في هذه اللوحة الملحمية، قاعدين نحاول ننجو ونتعلم. دائما نحتاج إننا نذكر نفسنا ونذكر بعض إننا نثق في ربنا ثقة عمياء، نثق بالقدرات اللي أعطانا هي، نثق في أنفسنا. أغلب الفنانين أو الناس اللي عندهم مناصب دائما يقولوا هذا الشيء. فثقوا في ربكم، ثقوا في نفسكم، ولا تخلوا أحد يقلل من قيمتكم ويحسسكم إنكم ولا شيء، لأنه أنتوا اللي تعطوا نفسكم قيمة، مو الناس. السلام عليكم.